فاكر أول مرة سبت فيها علاقة مؤذية حسيت بإيه بعدها؟ راحة ولا فراغ مخيف؟ صديقة ليا حكت لي إنها بعد ما سابت شخص كان بيستنزفها نفسيا، بدل ما تحس بالحرية حست بقلق رهيب. قالت لي جملة عمري ما هنساها أبدا: أنا مش عارفة أعيش من غير الدراما، الهدوء ده بيقتلني. جملتها دي خلتنا أفكر، هو ممكن حد يتعود على الوجع لدرجة إن الهدوء هو اللي يبقى مؤلم بالنسبة ليه؟ في ناس مش بتتوجع غصب عنها، في ناس متعودة على الوجع لدرجة ان الوجع بالنسبة لها بقى شيء مألوف، لا ده كمان بقى الأمان الوحيد اللي هي تعرفه في الحياة. النهاردة مش هتكلم عن ميول ولا عن سلوكيات سطحية، النهاردة هنتكلم عن علاقة الإنسان بالألم، وليه في ناس رغم وجعها مش عايزة تتعافى. لما بنسمع كلمات زي السادية أو المازوخية أول حاجة بتيجي في بالنا الجنس، بس نفسيا المعنى أعمق بكتير. السادية مش حب لإيذاء الآخر، السادية هي إحساس بالقوة من خلال السيطرة. والمازوخية مش حب للألم، المازوخية هي الإحساس بالقيمة من خلال التحمل. الاتنين مش اختيارات واعية، دي أنماط اتكونت عشان الإنسان يعرف يعيش مش عشان يتوجع. لما الألم بيفضل موجود سنين ما بيبقاش مرحلة، بيبقى تعريف. فكرة التعافي هنا مش راحة، فكرة فقدان النفس اللي اتكونت على الوجع. مين أنا من غير الوجع ده ومن غير الألم؟ مين أنا لو بطلت استحمل؟ مين أنا لو ما سيطرتش؟ السادي بيحس إنه قوي لأنه مسيطر، والمازوخي بيحس إنه قوي لأنه مستحمل. القوة دي مش حقيقية، دي بالنسبة له مألوفة لأن هي أصبحت الأمان بالنسبة ليه. المازوخي بيكسب دور الضحية وبيهرب من مسؤولية الاختيار، والسادي بيهرب من القرب الحقيقي ومن إن هو يبان ضعيف أو محتاج. والتعافي معناه قرب ومواجهة ومحاسبة النفس، وده بالنسبة لهم مخيف. التعافي مش بيوقف السلوك بس، التعافي بيكشف الجرح، جرح إهمال، جرح حب مشروط، جرح طفولة اتعلمت إن الوجع هو اللغة الوحيدة للقرب. عشان كده ناس كتير بتختار الوجع المألوف بدل الأمان المجهول. خليني أقولك حاجة مهمة، التعافي مش مخيف لأنه صعب، التعافي مخيف لأنه غريب على الإنسان اللي عاش طول عمره في توتر. جهازه العصبي اتبرمج إن القلق هو الطبيعي، فلما يدخل علاقة هادية أو مساحة أمان جسمه ما بيرتاحش، جسمه بيقلق، مش لأن العلاقة وحشة لكن لأن الهدوء مش مألوف بالنسبة ليه. عشان كده ناس كتير بتسيب علاقة صحية وترجع لوجع قديم، مش حب في الوجع ولكن هروب من المجهول. والتعافي الحقيقي مش إن الألم يختفي فجأة، التعافي إنك تتعلم تقعد في الهدوء من غير ما تدمره. مش كل اللي بيتألم عايز يخف، بعض الناس متصالحة مع وجعها لأنه بيديها إحساس زائف بالأمان. بس السؤال الحقيقي بقى، هل الألم ده بيحميني ولا بيسرق عمري؟ الأمان الحقيقي مش لازم يوجع. لو الكلام ده لمس فيك حاجة، عايزاك تجرب تمرين بسيط الأسبوع ده. حاول تلاقي 5 دقايق بس تقعد فيهم كده في هدوء تام مع نفسك، من غير موبايل ومن غير موسيقى ومن غير أي حاجة، انت وأفكارك. راقب إحساسك، هل حسيت براحة ولا بقلق؟ مجرد المراقبة هي أول خطوة في طريق التعافي. دي كانت حلقة من سهام الوعي. لو الكلام لمسك يمكن لأن في حتة جواك لسه محتاجة أمان مش ألم. شارك الحلقة دي مع حد ممكن يكون محتاج يسمعها، وقول لنا في التعليقات ايه أكتر فكرة لمستك في حلقة النهاردة.